ما تيجي يا جماعة نشوف الطعمة اللي احنا عملناها قدامكم ديت عملناها ازاي. بصدر فرخة هنعمل احلى واطعم كفتة انتوا شفتوها وهتدوقوها. يلا مع بعض بقى نخش الفيديو. معايا صدر من الفراخ اهوت، هنركنه على جنب كده، شطفناه وشاهدناه. ومعايا بقى الخضار بتاعنا. يلا هنجيب الكب بتاعتنا كده ونقطع الخضار مع بعض. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يلا مع بعض هنقطع الخضار بتاعنا. معايا فلفل الوان احمر واخضر واصفر، ومعايا بصلتين متوسطة يعني، يا بصلاية كبيرة يا اتنين صغيرين وسط. ماشي، هنقطع الخضار ده بقى مع بعض كده. ويلا في الكبة بتاعتنا وهنقطعه ونفرمه مع بعض. معايا بقى ربطة كده من الخضرة، شبت على بقدونس على كزبرة. يلا هنضربهم في الكبة كده ونفرمهم حلو. وبعد ما نضربهم حلو كده ونفرمهم حلو، هنصفيهم زي ما انتوا شايفين كده. لازم تصفي المية يا جماعة بتاعت الخضار، عشان لما نضربها مع الفراخ ما تبقاش مرقة معانا وتفك مننا. خلاص اتفقنا. هنحط بقى كده صدر الفرخة بتاعنا ده، ونحط الخضار بعد ما صفيناه من المية بتاعته. ويلا مع بعض هنفرمه مع بعض. نضرب تاني كده مرتين كده في الكبة ونشوف هنعمل ايه. خلاص. يلا بقى مع بعض. الكفتة دي يا جماعة سهلة جدا جدا جدا. تنفع مقلية، تنفع معاها بالصلصة بتاعتها. ممكن تحطها في الفرن عليها جبنة موتزاريلا، حاجات كتير هتعمل ايه. يلا نحط التوابل بتاعتنا. معايا معلقة من البابريكا، معايا بهارات الفراخ، معايا فلفل اسمر، وطبعا الملح وكمون محوج. خلاص يا جماعة. طبعا بهارات الفراخ بتبقى فيها بصل بودرة وتوم بودرة والحاجات دي كلها. خلاص احنا حطينا التوابل بتاعتنا وما تحدقهاش قوي، علشان احنا ممكن هنعمل لها صلصة ايه ما تبقاش حدق معانا. خلاص هنضرب ده كله برضو تاني في الكبة. طريقة سهلة جدا وجميلة جدا، ولا هتفك منك وهتشوفها دلوقتي. بس من الاخر كده قطعنا بقى كده، فرمنا المعجون بتاعنا بقى اهوت، معجون الفراخ، صدر الفرخة بالتوابل بالخضار بتاعنا. كده ضربناه في الكبة وكده خلاص الكبة انتهت معانا، دورها انتهى. يلا هنعمل ايه. هنحط معلقة ونص من الدقيق على معلقة ونص من النشا، وطبعا معلقة من البيكنج باودر. كده كده بهاراتنا وكل خطواتنا سهلة جدا وبسيطة جدا. خلاص قلبي بقى كده، مش هينفع كده معانا صفاء المعلقة، هنعمل بايدينا. يلا احنا شاطفين ايدينا ونلم العجينة بتاعتنا كده شوية. هندخل فيها النشا والدقيق والبيكنج باودر كده، لميناها كده بقى نقطة زيت وفيها معلقتين من الزيت يا جماعة، ونحطها في التلاجة تتشمع شوية. خلاص هنطلعها بقى ونصبحها مع بعض. شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا هي مش هتكش معانا، لانها هي دي مش لحمة، دي فراخ. خلاص والفراخ ما بتكش. فانت تعملي وانت قلبك مطمن، اعملي الحجم اللي انت عايزاه. خلاص احنا هنعمل كده زي ما انتوا شايفين. انا بصبحها معايا نقطتين من الزيت. انا بقول لكم تحطها في التلاجة عشان هي بتبقى لينة شوية فتمسك نفسها في التلاجة. وبعد ما مسكت نفسها كده العجينة وشدت معانا، هنجيبها ونصبحها مع بعض. وهننتقل على الخطوة اللي بعدها، هنصبحها كلها وهوريكم الكمية قد ايه. من صدر فرخة يعني صدر واحد عمل كمية محترمة، هوريها لكم في الاخر. شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، ادتنا كمية حلوة. كفتة بقى وريحتها في درب البيت كله. الريحة خطيرة خطيرة خطيرة. ولو حط لها بقى حتة من الفحم كده يعني خلاص. بصي احسن من بره كمان. دي الكمية كلها اللي احنا عملناها. يلا بقى على البوتاجاز هنحط طاسة وفيها زيت. وبعد ما الزيت ما يسخن معانا هتهدي كده عليها النار، وتكون النار بتاعتنا وسط. ويلا نقلي الكفتة بتاعتنا. هنطلعها بقى صفرة حلوة كده تكون مستوية. هي تستوي معاكي بسرعة جدا. عايزة في المرحلة دي تحط لها كريسبي مش مشكلة، سلكيها من بعضها كده. شايفين يا جماعة الطعامة دي؟ وجبة متكاملة كده مع شوية رز أو مكرونة، حاجة عظمة.
شايفين يا جماعة؟ بسم الله تبارك الله. هنحط كمان دور لغاية ما نخلص الكمية كلها. اقلي كده يصفصف وغيري. لازم يا جماعة نغير في الأكل كده، ما يبقاش على طول مسلوق ومحمر. هتعملي أحلى كفتة شفتيها. انت ممكن تعملي برضو كفتة برز، بس الرز بتاعنا هيبقى مطحون دقيق رز. ممكن برضو. شايفين يا جماعة اللون؟ بسم الله ما شاء الله. الكفتة بتاعتنا من الآخر. هوريكم بقى. شايفين بعد ما شايفين مستوية من جوه، ولا فكت ولا سابت من بعضها. كفتة من الآخر. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعة؟ ولسه كمان في الطاسة على البوتاجاز بتستوي في كمان. يعني شايفة الكمية قد ايه من صدر فرخة واحد. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك في الحاجة. كده اهو يا جماعة. هنجيب بقى صينية هنحط فيها معلقة من الزيت، وطبعا فصين توم مهروسين، ويلا نشوحهم كده لغاية ما ريحتهم تطلع. قلبي كده لغاية ما ريحتهم تطلع ويصفر شوية. ما تحمريش التومة قوي عشان ما تمررش منك. هنجيب صلصة طماطم بقى. الطماطم دي احنا عاملينها في البيت. هنعمل صلصة طماطم. نحط معلقة صلصة طماطم، ويلا مع بعض هنزود الصلصة دي كوبايتين من المية. وطبعا التوابل بتاعتنا فلفل اسمر وملح وكمون، السبع بهارات يعني اهو. ده السبع بهارات والملح. وقلبي لغايه ما تغلي معاكي الشوربه دي. هنبتدي نسقط فيها الكفته بتاعتنا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هنغير وننوع كده لاولادنا، وطعمها خطير وريحتها والله يا جماعه قلب البيت كله. ريحتها جميله جدا. كده استوت معانا بقى. عاملين مكرونه طبعا محمره معاها. اللي حابب يعمل رز ابيض ممكن، وتاخدي شويه من الصوص بتاعها كده على المكرونه. بسم الله ما شاء الله. طعمها خطير جدا. طعمها خطير. شايفين يا جماعه؟ انا لسه منزلاها من على البوتاجاز. بسم الله تبارك الله. غيري ونوعي. مفيش احسن من الكفته بتاعت الفراخ. يلا دمتم بخير. واقول لكم ما تنسوناش في اللايك